هلا هلا. وصفة اليوم صينية الدجاج بالبف باستري، والطعم ولا أحكي لكم. هذه الوصفة أسويها برمضان وغير رمضان، مرة لذيذة. ممكن تسويها في الجامعات وانتوا رايحين استراحة في فطور رمضان، مرة لذيذة. بشوية زيت زيتون حطيت البصل مفروم ناعم، وأقلب البصل وأحمسه لغاية ما يتغير لونه ويصفر، وراح أحط عليه شوية من الفطر المفروم. أنا فرمت الفطر ناعم، ممكن تستخدم الفطر الطازج، أكيد بيعطيها نكهة مرة ألذ. أحمس الفطر مع البصل شوية، وبعدين أضيف عليه الدجاج. والدجاج كل ما كان أصغر كل ما كان أحسن، بس الدجاج المفروم في الوصفة هذه ما هو لذيذ. صدور الدجاج أو أفخاذ الدجاج مقطعة ناعم أفضل. وحطيت الذرة وأقلبهم مع بعض لغاية ما يبدأ لون الدجاج يتغير. ممكن تستغنوا عن الذرة، ممكن تضيفوا جزر، ممكن تضيفوا فلفل رومي، أي نوع خضار انتوا تحبوها ممكن تمشي مع هذه الوصفة. حطيت هنا شوية صلصة طماطم، وأحمسه كويس عشان نكهة المرارة اللي في صلصة الطماطم تروح. وبعدين أضيف عليها شوية موية عشان أضمن إنه الدجاج يستوي تماما. وصدور الدجاج تستوي بسرعة، بس نضيف عليها شوية موية ونخليها إلين ما تستوي على الآخر تماما تماما. أغطيه وأتركه شوي على جنب، وبعدين أضيف البهارات. حطيت فلفل أسود، أوراق زعتر، ممكن تستخدموا أي بهارات، أي أعشاب تعجبكم يعني حسب الذوق. بهار الكاجن والبابريكا الحلوة، طبعا ما نستغني عنها. بابريكا تعطي طعم مرة لذيذ خصوصا في هذه الوصفة. وبعدين أضيف شوية كريمة، تقريبا نص كوب أو ربع كوب، يعني شيء بسيط بس يعني يعطيها طعم، لأنه راح نغرقها في الموزاريلا بعدين، فما نبغاها تكون مرة دسمة يصير ما نقدر ناكلها. وأغطيها وأتركها شوية بس كذا. هنا نسيت الملح. وبعدين أجهز العجينة البف بيستري، حطيتها في الصينية، فردتها تقريبا 5 حبات فوق بعض، وفردت حسب حجم الصينية طبعا. وأسوي فيها بالشوكة بالشكل هذا، وأحط الحمسة عليها. والحمسة هذه تقدروا تاكلوها بأي طريقة، مو بس بالطريقة هذه. وبعدين أغطي الوجه بالموزاريلا، وكل ما كثرتي موزاريلا كل ما كانت أطعم. الموزاريلا عشق في هذه الوصفة. وبعدين أرش على الوجه من الزعتر أو الأوريغانو، عشان يعني آخر طعم يعطيها شيء نكهة كذا لذيذة مرة. وبعدين أدخلها الفرن على حرارة 200 لغاية ما يستوي العجين من تحت، وتحمريها من فوق. وبس، هذه كانت وصفتنا. صحة وهنا.